بتتعبي بسرعة، بتحسي ان جسمك مش قادر يشيلك، بتنامي كتير قوي، تصحي وكأنك ما نمتيش دقيقة، تركيزك قليل ودايما حاسة بإرهاق عام. الأعراض دي مش مجرد إجهاد، دي علامات إن في خلل في الجزء الوظيفي الفانكشنال في جسمك، اللي هو مسؤول عن العمليات الحيوية الأساسية زي الهضم والنوم والهرمونات والطاقة. ولما الجزء ده بيتأثر بيبدأ الجسم يبعت رسائل واضحة جدا، لكن المشكلة إن احنا دايما بندور على الحلول السطحية فقط ونسيب الجذور. الجذور إن الخلايا مش بتشتغل بكفاءة، وممكن يكون بسبب التغذية مش كفاية، أو الامتصاص فيه مشكلة، أو النوم مش مريح، وممكن يكون الجهاز العصبي مش قادر يهدى، والهرمونات طبعا مضطربة. وده غالبا توتر مستمر بيخلي الجسم طول الوقت في حالة استنفار. في برنامج سلامة بنفهم الجسم من منظور وظيفي مش بس تشريحي، بنشوف ليه جسمنا مش قادر يقوم بوظائفه بشكل مكتمل، وبنبدأ نعدل من الداخل ومن نمط الحياة ومن نمط المشاعر والمعتقدات والأكل والحركة وما إلى ذلك. ولما الجسم بيبدأ يشتغل براحته بتحسي إنك رجعتي لنفسك زي الأول.